وقفت امرأة على باب الأمير فسألها الخادم: من تريدين؟ قالت: أنا أريد الأمير. قال لها: ومن أنت؟ قالت: أنا أخت الأمير. كان الخادم أيها الأحباب يعلم أن ليس للأمير أخوات، لا ذكور ولا إناث، ولكن دخل على الأمير: يا أمير. قال: نعم. قال: هناك من تدعي أنها أختك. قال: أدخلها في الحال. فلما دخلت المرأة وقف الأمير هاشا باشا في وجه المرأة وقال لها: من أي أخواتي أنت يا امرأة؟ قالت: أنا أختك من آدم. فقال الأمير: رحم مقطوعة شاء ربي أن أصلها الآن. ماذا تريدين يا امرأة؟ قالت: ربما يخفى على مثلكم يا أمير أن الفقر مر المذاق، ومن أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندكم من شيء ليوم التلاق؟ فما عندكم ينفذ وما عند الله باق. قال لها: أعيدي علي ما قلت يا امرأة. قالت: ربما يخفى على مثلكم يا أمير أن الفقر مر المذاق، ومن أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندكم من شيء ليوم التلاق؟ فما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال: أعيدي علي ما قلت يا امرأة. قالت: حسبك يا أمير، فإن في الإعادة مزلة، وأنا لا أزل نفسي إلا لله. قال: والله يا امرأة لو أعدت مقالتك 1000 مرة لأعطيتك مع كل مرة 1000 درهم يا خادم. قال: نعم يا أمير. قال: أعطوها من العبيد 10، واعطوها من الإماء 10، واعطوها من الجمال 10، واعطوها من النوق 10، واعطوها من الغنم ما تشاء، واعطوها من المال فوق ما تشاء. كل هذا أعددناه ليوم التلاق، فما عندنا ينفد وما عند الله باق. فما عندنا ينفد وما عند الله باق.